إيه اللي ممكن يحصل لو خلطنا الأبيض الناصع جدًا مع الأسود الداكن جدًا؟ يالّا نشوف. في مادة اسمها سبكتيرولين ودي تعتبر من أنصع المواد بياضًا على وجه الأرض. المادة دي بتعكس حوالي 99% من الضوء وبتبقى ساطعة جدًا لدرجة إنها ممكن تبان كأنها بتنور حتى في ضوء النهار. المادة دي معمولة من مركب اسمه بولي تترافلوريسين وده مركب قوي جدًا بيستحمل الحرارة ومش بيتآكل بسهولة. ومن الناحية التانية في مادة اسمها فانتا بلاك ودي من أكتر المواد الداكنة اللي اتعملت في التاريخ. المادة دي معمول منها أنابيب كربون نانونية وبتمتص حوالي 99.965% من الضوء المرئي، يعني تقريبًا ما بتعكسش أي ضوء خالص، ولما بتتحط على أي جسم بتخليه يبان أسود لدرجة إنه بيمحي كل التفاصيل. مثلًا تفاحة متغطية بفانتا بلاك هتبان كأنها حفرة سودا مسطحة مش تفاحة مدورة. طب إيه اللي حصل لما الباحثين حاولوا يجمعوا الاتنين مع بعض؟ حطوا طبقة من الفانتا بلاك على قطعة كرتون وبعدين حطوا كمية صغيرة من الاسبكترالون فوقها. ممكن تتوقع إنهم يندمجوا ويعملوا لون جديد، لكن اللي حصل كان غريب جدًا. الأبيض بدأ يختفي تدريجيًا جوه الأسود، وكأن الأسود ابتلع الأبيض بالكامل، بدل ما يختلطوا الأسود سيطر على المشهد كله. غريبة صحيح؟ هل كنت تتوقع النتيجة دي؟ وأخيرًا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرًا.